السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة يا جماعة هنعمل كيكة حلوة قوي، هي كيكة اليوسفي. عايزة اقول لكم ان هي من احلى الكيكات اللي انا دقتها، هتعجبكم ان شاء الله. هنسمي بسم الله كده. معانا سفندي. هنقول ازاي هنطلع البذر، هوريكم دلوقتي هنطلع البذر ازاي بكل سهولة. لان طبعا البذر لو فضل في اليوسفي كده في السفندي هيبقى مر. هنقسمها كده يا جماعة اتنين، وبالسكينة كده بكل سهولة هنطلع منها البذر اهو، شايفين؟ عايزة اقول لكم ان هي كانت طعمة يعني حلوة قوي باليوسفي، احلى كمان من البرتقان البلدي او العصير البرتقان، وكان لونها تحفة زي ما شفتوا في الاول كده. بطلع بقى كده البذر كله. اهم حاجة اتأكد ان مفيش بذر لان هو بيبقى مر برضو. ماشي. جبت بقى قشرة كده من قشرة واحدة، وهعين الابيض اللي جواها ده لان برضو بيبقى مر، علشان مش هينفع احطه مع العصير. بالسكينة كده بيتشال بكل سهولة. هنعين الابيض ده كله، انا عايزة الصفرة بس، هي بتدي طعم وريحة وكل الحاجات اللي انا عايزاها فيها هي، لكن الابيض ده بيدي برضو مرارة زي البذر بالظبط. هعمل برضو الباقي، عملتهم اهو، عملتهم كلهم. هخلطهم بقى كده في الخلاط من غير مية ومن غير سكر ومن غير اي حاجة اهو، بس كده. هجيب بقى الخلاط كده وهعصرهم من غير حاجة، هو كده كده طري، يعني مش محتاج مية ولا حاجة. خلطتهم كده بالشكل ده في الخلاط. هاخدهم بقى اصفيهم في كوباية. هجيب بقى الخلاط كده معايا 3 بيضات، احط عليهم باكوين من الفانيليا. ممكن احط باكو واحد او ممكن استغنى عنه، لان انا معايا قشر الاستفندي حلو يعني. معايا هنا كوباية من السكر، وادي كوباية. شايفين لون العصير يا جماعة؟ حلو قوي قوي قوي. انا والله مش عاملة فلتر، هو لونه كده بجد. حطيت كوباية من العصير، وحطيت كوباية الا ربع من الزيت، وهضربهم بقى في الخلاط اهم. هضربهم كويس لحد لما اتأكد ان السكر داب. بكون بقى محضرة معايا كده الدقيق، معايا كوبايتين وربع من الدقيق، والمعلقتين بقى اللي هم هيدوا طعم ولون وكل حاجة. ادي واحدة اتنين معلقتين من الكاستر البودر، وده يا جماعة بيدي طعم ولون وكل حاجة، بيخلي الكيكة تزداد جمال على جمالها. ما عندكيش بتقدري تحطي نشا عادي، ولكن ده بيعزز اللون اكتر. وحطيت كمان باكو من البيكنج باودر ورشة من الملح. هخلط كل الدقيق مع الحاجات التانية، وهنزل بقى بالخليط السايل. هتشوفوا بقى اللون بعد ما الكاستر بيتحط مع الخليط، هتشوفوا اللون في الاخر بيبقى لون يعني حلو قوي. بعد ما بيتخلط بيبان لونه. هتلاقوا بقى شايفين اصفر ازاي؟ ده مش فلتر والله، ده كده هو لونه بجد. هخلط كويس لحد لما اضيع كل الدقيق، اتاكد ان مفيش دقيق. بجيب صينيه كده بدهنها زيت او زبده، وارش فيها دقيق، وهنزل بالخليط. في الوقت ده بكون مسخنه الفرن كويس جدا زي ما احنا عارفين، وبيدخل على درجه حراره 180. بضغطها كده، بخبطها كده علشان لو فيها اي فراغات تطلع. شايفين يا جماعه؟ طلعت وشكلها تحفه. طبعا بختبرها بعد تلت ساعه، انا عندي بشغل تلت ساعه بس وبختبرها. هقطع بقى كده واوريكم شكلها تحفة من جوه ازاي اهو. عايزين الكيكة اعلى من كده بتحطوها في صينية صغيرة. هي ديت الصينية الوسط في الطقم الصواني اللي هو المتاول ده يا جماعة. شايفين لونها؟ شايفين طرية ازاي وجميلة ازاي؟ حلوة قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله، بتمنى تجربوها. شايفين شكلها حلو ازاي؟ لون وهشة قوي قوي من جوه زي الكيك الاسفنجي بالظبط. بتمنى تعجبكم. شايفين بقى شكل الكيكة بعد ما اتقطعت؟ حلوة قوي اهي، حلوة جدا. ان شاء الله تعجبكم، بتمنى تجربوها. ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش تعملوا لي لايك واشتراك في قناتي،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.